وهذه امرأة ابتليت بزوجها بمرض خطير، بل هو من أعظم الأمراض على وجه الأرض، مرض الضلالة، مرض الفساد، مرض المخدرات، مرض ترك الصلوات واتباع الشهوات. فرفعت أكف الضراعة إلى الله وقالت: يا الله يا الله يا رب يا رب يا خليلي يا حبيبي يا ربي يا ملا قلبي، يا رب تحسن ختام زوجي، يا رب أعوذ بك من حاله وأسألك ختامه، أسألك حسن ختامه، أسألك حسن ختامه، اللهم لا تجعل يموت ميتة سيئة، اللهم لا تجعل يموت ميتة سيئة. قالت: وإذ بأحد الصالحين يأتي ويتعرف على زوجي ويدعوه إلى الله عز وجل بعدما كانت أيامه 7 و3 و5 هو وأصحابه في البيت على الحشيش والمخدرات، سكر ونفر، وأنا عندي 6 بنات وابن واحد عمره 10 سنوات. لو أتى أحد السكارى الذين هم مع زوجي برشاش أو لفحش ماذا نفعل؟ ليس لنا حول ولا قوة ولا طول إلا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فدعوت الله والحقت على الله حتى جاء هذا الداعية الصالح الناصح ودعاه إلى الله، ثم شرح الله صدره ويسر أمره وأصلح قلبه. ثم وجدت زوجي يصلي، وجدت زوجي يطلق الصحبة السيئة، صحبة المخدرات 3 لا رجعة فيها. وجدت زوجي أطلق لحيته بعد حلق وأخذ منها. وجدت زوجي رفع ثوبه بعد الإسبال والكبيرة. وجدت زوجي أحب ربه وتعلق به ورجع إليه وقام الليل له، خاف واستغفره وأناب إليه. ومن يقبل التوبة ومن يغفر الذنب غير الله. نبئ عبادي أني